السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لأول مرة يشوف قناتي ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل رقاق الطري. انا زي ما وعدتكم انا ما نزلتش اي حاجة في ايام العيد، هنزل معاكم دلوقتي احلى رقاق طري هتعمليه وبسهولة بالطريقة اللي انت شايفاها كده. شوفوا ما شاء الله شفاف وجميل جدا وسهل وبسيط. اول ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يلا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. معايا حوالي نص كيلو من الدقيق، عليهم رشة ملح واربع معالق زيت كده، اي زيت عندك متوفر هتحطيه. والمية طبعا تكون فترة او من الحنفية، دلوقتي الجو حر. في الصيف طبعا بناخد مية من الحنفية عادي، مش هيجرى اي حاجة. هتعجني كويس، والعجينة بتاعتنا بتبقى يابسة شوية عن عجينة السمبوسة. هنعجنها كويس كده بالطريقة دي، وان احتاجت مية معانا هنحطها. اهم حاجه ما تكتريش الميه علشان هي بتبقى عجينه يابسه. يعني لازم تعجنيها بتبقى يعني يابسه جامده كده، مش بتبقى عجينه طريه. وكده لازم تعجنيها كويس وتبقى قدامك عجينه ناعمه زي ما حضرتك شايفه كده على الرخامه بتاعتنا. وهقعد اعجن فيها شويه. شوفوا العجينه يابسه ازاي. بالطريقه دي هنلم العجينه كده بالطريقه دي. عجينة سهلة وبسيطة ومقاديرها بسيطة جدا، عبارة عن دقيق وزيت واربع معالق زيت ورشة ملح. هنقطع العجينة بتاعتنا كده وهنسيبها ترتاح. سيبيها الوقت اللي هيعجبك، كل ما هتسيبيها ترتاح كل ما تفرد معاكي اكتر. انا سبتها حوالي نص ساعة ترتاح واشتغلت فيها على طول. هتقطعيها قطع صغيرة كده، لو حابة ان انتي تقطعيها كبيرة شوية بس هي كده هتبقى جميلة جدا وعلى قد الصينية اللي هتستعمليها. شوفوا ما شاء الله النص كيلو قطع معانا ما شاء الله كتير. طبق كده هغطيه علشان الوش ما ينشفش. وهشتغل طبعا بعد ما ارتاحت حوالي نص ساعة. رشة دقيق خفيفة كده، وبالنشابة بتاعتك هتفردي حاجة بسيطة كده. الفيديو موضح نفسه خالص. رشة دقيق ممكن ترشي على رشة الدقيق دي، هتحطي عليها شوية نشا او دقيق بس اللي متوفر عندك. انا هعمل حوالي 5 مع بعض كده. انا بفردهم حجم واحد عشان يبقوا متساويين لما تيجي تحطيهم فوق بعض عشان تبططيهم. ال5 اللي هنشتغل فيهم هنغطي على بقية العجينة بتاعتنا علشان ما تنشفش مننا، وشها يعمل قشرة كده ويبقى مش شكلها مش لطيف. رشة دقيق بسيطة ما تغرقهاش دقيق بالطريقة دي. وطبعا اللي احنا هنعملهم هنسويهم على طول. يلا بقى رشة دقيق خفيفة كده، وطبعا هنفردهم كده يبقوا كلهم فوق بعض. التشريبة بتاعتنا عاملينها عبارة عن دقيق ونص كوباية من الزيت كده. غرقي الطبقة بتاعتك زيت كده ودقيق وقلبيهم على بعض ودهني العجينة بتاعتك كده. هنحط الطبقة التانية من العجينة بتاعتنا وهندهنها دهنة التشريبة بتاعتنا اللي احنا عاملينها للرواق الطري. كمثل هنعمل كل الرواق بتاعنا بالطريقة دي، واخر رواقة مش هنحط عليها حاجة. ممكن تفرديها واحدة واحدة كده وتسوي على طول. بس دي طريقة سهلة وبسيطة وفي الفيديو موضح انك هتسويها ازاي وبتسلك معاكي على طول. طبعا زي ما قلت اخر طبقة مش بندهن بيها حاجة. شوفوا ما شاء الله لازم تبططي فيها كده دي شوية كده من تحت وشوية من فوق، علشان لو بططتي من فوق على طول هتبقى الطبقة الاخرانية هتبقى صغيرة. رشة نشا كده بسيطة عشان تساعدك في الفرد. وكده الحجم اللي انا عايزاه هتاخديه لبره كده. هناخد دي كده على النار على طول وهنسويها. افردي ما تخافيش، هتجيبي الطبقة اللي تحت هتفردي ومن فوق لتحت كده زي ما حضراتكم شايفين.
اللي وصل معايا الفيديو لغايه هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناه ليوصلكوا كل جديد. لايك وشير لكل حبايبكم عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. هاخد بقى وهسوي بقى الطبقه دي، ما تركنيهاش عشان هتلزق في بعضها ومش هتعرفي تسلكيها. على نار عاليه كده، والصينيه الالومنيا بتاعتك هتقلبيها وهتسوي كده. ساعه ما تشمع معاكي من تحت هتقلبي لفوق على طول. شوفوا ما شاء الله، حاجه سهله وبسيطه وهتقدري تعمليه. بصراحه الرقاق الطري ده من اجمل الرقاق اللي بيتعمل، وكان طعمه جميل جدا. وان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي تعملي الرقاق الطري بطريقه سهله وطعم اجمل كمان. شوفوا بيتسلك ازاي، بس هو سخن جامد، ممكن تشيلها في طبق وعلى الرخامه بتاعتك، بس انا عشان بصور فبوريكي التكات بتاعه الرقاق. بيتشال بكل سهوله هون، وهتدنك تقلبي كده، واللي هتسلك معاكي هتشيليها وتحطيها في طبق، تكوني حاطه فوطه نظيفه من بتاعه المطبخ وتغطي عليه عشان ما ينشفش منك. شوفوا ما شاء الله شفاف. وكده كان اخر دور معايا، حبيت ان انا اوضحه اكتر على الرخامه. شوفوا ما شاء الله بيتسلك على طول من غير ما يتقطع منك. شوفوا حاجات بتبقى سهلة وبسيطة، ومن نص كيلو دقيق هتعملي احلى صينيتين رقاق طري. شوفي انت هتشتري الكيلو بكام منه دلوقتي. الكيلو ب50 جنيه واكتر كمان، ودي الكمية اللي طلعت من نص كيلو ما شاء الله. شوفوا وطريقة حفظها في كيس كده، وهي في الديب فريزر قبل الاستعمال هتطلعها تفك على طول، وهتبقى زي ما تكوني عملتيها على طول. شوفوا بيتطبق معاكي، ممكن تعملي رقاق طري، ممكن يمشي معاكي كريب، اللي يعجبك بيه ماشي كل حاجة. وده كان فيديو النهاردة يا حبايبي، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد من اكلك احلى مع ولاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا احلى متابعين، ما تنسوش لايك واشتراك للقناة ولكل حبايبكم كده، ودعوة حلوة من قلبكم. ودي الكمية ما شاء الله اللي طلعت. سلام.